يلا بينا اقول لكم تريكاتي اللي بتخليلي المكرونه المحمره دي في حته تانية. بصوا الطبق ده جميل ازاي، يلا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه بجيب معلقه سمنه حلوه وبنزل بالمكرونه اللي انا عايزاها وهنقلبها كويس لغايه ما تاخد لون ذهبي حلو. المكرونه ما بتتسبش، انا ايدي فيها علشان كلها تبقى لون واحد. اول ما تاخد اللون الذهبي ده بنزل معايا بجزرايه مبشوره، بصلايه مبشوره بالميه بتاعتها، بصلايه متوسطه كده حلوه. تمام. وهبتدي بقى هنا، انا ده فلفل الوان، هو شكله عامل كده عشان كان متفرز، نزلت بيه ملح وفلفل اسود، كوبايه من عصير الطماطم، وكوبايتين شوربه او كبشتين شوربه. طبعا قد ما انا احس ان المكرونه اتغطت، يعني انا دلوقتي هسيبها على نار متوسطه لحد ما اشوف السوائل وهي بتغلي هتكون غطيتها ولا لا. وهي بتغلي لو غطيتها تمام ببتدي اغطيها واوطي النار، ما لسه ما عايزه شويه ببتدي اديها شويه شوربه لحد ما الشوربه تبقى او السوائل فوق المكرونه بالظبط. تمام. هنا بعد ما استوت، انا على نار هاديه سبتها استوت براحتها وريحتها كانت جميله جدا. عايزاكم تجربوا تريكاتي في المكرونه المحمره وهتنسوا يعني ايه مكرونه محمره عاديه المعتاده. لا دي طعم في حته تانية خالص.